لو فاكر الزرار ده عشان تقفل منه الموبايل بس فانت غلطان. الزرار ده زيه زي الاكشن بوتون اللي موجود في ابل بالظبط. بص كده، دوست مرتين الفلاش اشتغل، هدوس مرتين الفلاش هيطفي، مرتين الفلاش يشتغل يطفي. طيب ازاي تشغل الحركه دي عندك في التليفون؟ هتروح على السيتنجز او الاعدادات لو تليفونك عربي، هتنزل على حاجه تحت اسمها ادفانسد فيتشرز او خيارات متقدمه لو تليفونك عربي. هتيجي هنا هتلاقي حاجه اسمها سايد بوتون او الزرار الجانبي لو تليفونك عربي. بيقول لك ان انت لو دوست دوسه طويله هيعمل ايه، ولو دوست دوسه قصيره هيعمل ايه. دوسه طويله انت خياراتك مش كتير، يعني هيفتح الديجيتال اسيستنت اللي هي بتاع جوجل، اهي دوسه طويله هيفتح لك جوجل علشان تتكلم معاها، تمام، او هتكلم بيكسبي، تمام. انا بخليها هنا جوجل عادي. هترجع ورا هتلاقي حاجه اسمها دبل بريس او انك تدوس مرتين، هتشغلها لو هي مش شغاله عندك، وتدوس هنا. هيقول لك عايز تعمل ايه، تشغل الكاميرا، تشغل ماجنيفاير اللي هي بتعمل زوم، انك تسجل مثلا صوت، اي حاجه من الحاجات دي. طيب بس كده لا، لو نزلت تحت هتلاقي خيار اسمه ابس، تطبيقات، ممكن تدوس هنا وتخليه يفتح لك اي برنامج. نفس فكره الاكشن بوتون اللي في ابل، بس ابل كمان بيخصصها كام حاجه معينه ما ينفعش تزود فيها. انت هنا ممكن تعمل اي حاجه تتخيلها. انا لو دوست كاميرا ورجعت باك هدوس مرتين اهو فتح الكاميرا في ثواني. بس لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك لو انت على اليوتيوب، ولو انت على تيك توك تعمل لايك وتتابعني. بس كده، صلى على النبي.